مساء السعادة ومساء الهنا ومساء الفرحة ومساء كل حاجة حلوة على عيون حبايبي من سعاد ست البنات. يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وراحة بال. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالسعادة والهنا وراحة البال. ايه سعاد في ايه؟ قلنا نعمل لكم فيديو مختصر كده. عملنا النهارده العيش باللحمة بتاعنا كله في البيت، كله بأيدي مصرية، حقا بأيدي مصرية. وطبعا عملنا الحبكشنات بتاعتنا بطاطس محمرة. طبعا الزينة بتاعتنا أهم ما في الموضوع طبق الجبنة القديمة الخطير ده والبلح بتاعي طبعا. اما بقى في فكره بقى عملنا احنا بنعملها هنا، العيش الصيامي. احنا ده بنعمله عيش صيامي، بتحشيه بقى زي ما انت عايزه. بصوا جماله، مش قادره اقول لكم بقى يا جماعه. اهو بيتعمل اهو. طبعا بنحط له بقى زبادي طري بقى وجميل وطعمه مش قادره اقول لكم. وبتيجي على الوش كده بندهنه بالسمنه البلدي بقى وما ادراك. بجد بيوديكي في حته تانية فين ما اعرفش، لما اعرف اقول لكم. وعملنا واحده هي كبيره اهيت. تمام كده، نحط دول هنا كده اهو. بص دي بقى ممكن تعملها اتنين تلاتة اهو، زي ما انتوا شايفينه كده اهو يا جماعة. ادي الظهر وادي الوش بتاعه، ويتقطع برضو زي ده كده بالظبط. فاهميني؟ بس بصراحة حاجة نظيفة للسحور، حتى في الأيام العادية ممكن تعمليها كفطار لولادك. طبعا. وما تنسوش العيش باللحمة بقى، هو الحاجات بتاعتنا الجميلة. كل سنة وانتوا طيبين وبرمضان مبسوطين ومع سعاد ست البنات متينين. اوعوا تنسوا اللايك والشير ويكفيكوا أذية الغير. سلام وليس اختين.